كلنا بيركب معانا بنات بتبقى عايز وهي قاعده تمسك شبشبك وتديها على وشها وتضربها وتقول لها احترمي نفسك. الموضوع دوت بيقول ان دول بلطجيه، انما ده بيقول ان ده راجل معاه عربيه وبيعمل فيش وبيعمل تحليل مخدرات وبيعمل عشان يطلع يشتغل. ما هو مجبر يعني، هو عشان يبقى بلطجي يركب عربيه؟ اكيد لا، اكيد راجل محترم. ما شاء الله كل الكباتن اول ما سمعت بالموضوع بتاع الكابتن شهاب، كل الكباتن اللي بتعمل محتوى كلهم طلعوا بلا استثناء جريوا على الترند وعملوا وخدوا حق الكابتن ويلا حكومه وخدوا حق الكابتن وبتاع. طبعا الحكومه فوق دماغنا وتشكر ان هي راحت جابت الناس وبتاع، بس انا بقول لك ان اي بني ادم مش عايز يلعب على ترند ومش عايز يلعب، مش هيخش يدخل نفسه في الكلام. انت ليك محتوى، طالع تقول للناس اعملوا كذا او كذا عشان تكسب، طالع تقول للناس ما تشتغلش في المنطقه الفلانيه واشتغل هنا عشان الناس تكسب. هو ده الاساس. انما انا النهارده بستغل الترند عشان ازيد متابعين وازيد مشاهدات وبتاع. اما طلع الكابتن جري ورا البنت بالسلك وضربها وبتاع، كله طلع اتكلم على الكابتن. وبعد كده لما جابوه كله طلع الكابتن اتكلم على الكابتن ان هو جه وبتاع. ماشي يا عم، ماشي يا اعلاميين يا صحفيين ماشي يا صحفيين. انا الفتره اللي جايه اي ترند اطلع بقى اكلمكم عليه ونقعد كده نتكلم مع بعض على الترند. استمروا يا جدعان، والله العظيم 3 هي باظت، هي المهنه خربت. محدش من الكباتن طلع واتكلم على الراجل مثلا اللي جري بالسلك ده ورا الاستاذه. ما حدش طلع اتكلم على الموضوع بطريقه مختلفه. ما حدش طلع قال لك هو ليه عمل كده، ما حدش طلع قال لك هو عمل كده عشان ممكن يكون الراجل عنده ضغوط كبيرة في حياته. طبعا هو مش مبرر لأي حاجة، ولكن البني آدم لما بيوصل للحظة كده ان هو بقى عنده ضغوط ومضغوط والمهنة يعني ما بقتش تجيب له فلوس، ما بقاش يعرف ياكل عياله. محدش بص اللحظه ان ممكن يكون عنده عيال موجوده في البيت هو قاعد بيفكر فيهم، بيبص طب انا هاكلهم ايه، طب انا هعمل ايه. محدش فكر كده. محدش فكر ان ممكن تكون البنت دي اصلا استفزته استفزاز يعني كبير جدا في التليفون، فبناء عليه هو من الضغطه اللي هو فيها من قله الحيله اللي عنده ان هو مش عارف يعمل ايه من الديون والعيال اللي وراه والبيت اللي وراه. محدش فكر ان هو عمل كده عشان ممكن حاجه كبيره. كلنا بيركب معانا ناس ما عندهاش ضمير، كلنا بيركب معانا بنات بتبقى عايز وهي قاعده تمسك شبشبك وتديها على وشها وتضربها وتقول لها احترمي نفسك، ده انا برضو كان ليا مكان. احترمي نفسك، ده انت قاعده في عربيتي. احترمي نفسك ان الظروف هي اللي خلتنا نشتغل كده. كلكم بيتقابلوا ده، كله طلع قال لك الكابتن ايوه يا عم، هو غلطان بس تعالى حلل بقى القصه. وصل كده ليه؟ الكباتن التانية اللي ضربت الكابتن انا برضو المفروض تحللوا، تقولوا هم دول كده ليه؟ عشان قله تربيه، عشان هم عاشوا في المستنقع ده، عشان هم اختاروا ان هم يبقوا بلطجيه. الموضوع مختلف، الموضوع هنا غير هنا. الموضوع دوت بيقول ان دول بلطجيه، انما ده بيقول ان ده راجل معاه عربيه وبيعمل فيش وبيعمل تحليل مخدرات وبيعمل عشان يطلع يشتغل. ما هو مجبر يعني، هو عشان يبقى بلطجي يركب عربيه؟ اكيد لا، اكيد راجل محترم بس عنده ظروف، اتحط في ظروف. الراجل لما بيتحط في ظروف والظروف دي بتبقى اكبر منه ما بيفكرش غير في اللي وراه، بيفكر في بيته، بيرجع يفكر في بيته، يفكر في عياله، يفكر في اهله. انا هعمل ايه؟ طب انا ممكن ما فكرتش انه ممكن يكون كان عليه النهارده اقساط او جمعيات او ايا كان والدنيا كانت خربانه خالص مع الراجل، فهي يعني حصل كل ده ليه؟ ما احنا لازم نحلل الموضوع، ما احنا لازم ما ندوس قوي على الراجل بالطريقه دي. كله طلع بقى صحفي واعلامي وطلع اتكلم وبتاع. حاول تبقى رحيم، حاول لما تشوف الموضوع خليك رحيم على قرارك. بص كده للموضوع، ايه ده؟ هو الراجل ده اكيد في حاجه، ما هو استحاله يعني، هو مش مجنون، ما هو اكيد شغال في النقل الذكي من سنين، بس في حاجه حصلت. يبقى الحاجه دي الحكومه بتاعتنا هي اللي تعرف تبدا ساعتها تقيم ايه اللي حصل.
واللي غلط هيتحاسب ايا كان. هو انت متخيل ان هو مش عارف ان هو ممكن يتجاب لما يعمل ده؟ هو عارف، بس في لحظتها هو خلاص، هو دماغه ما بقتش شايفه غير مستقبل عياله ومستقبل بيته ومستقبله راح. بعد اذنكم ما تفضلوش ماشيين ورا الكلام بتاع الناس، ركزوا شويه، استنوا شويه على الخبر، فكروا فيه، قولوا اه لا الراجل ده اكيد عنده حاجه، ربنا يكون في عونه.